السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. القصة ديت راجل عجوز وعنده أولاد. الراجل ده عايش في بيت قديم هو وأولاده. فبعد كده وهو الراجل عايش كده لوحده في غرفته. ففي مرة نزل غرفته لما طلع من الحمام وشرب مية، فدخل غرفته في البيت القديم، لقى باب في غرفته، يعني في قلب الغرفة كده اتفتح، كأن الغرفة ديت ليها باب سري واتفتح، ولقى حوالي 2 طن دهب. الراجل لما شاف كده ما صدقش نفسه، فرح جدا. انتوا عارفين يعني كتير مننا ان هو بس يحلم ان هو يعيش مستور، يحلم ان هو يعني يجيله يبقى يعني رزق ودخل ثابت، عشان ما يشتغلش مع ناس هو مش عايز يشتغل معاهم، او ما يشتغلش شغل هو مش عايز يشتغله، بس هو مضطر يشتغل الشغل ده علشان لقمة العيش، عشان الفلوس. فلما الراجل ده اللي هو بيربي اولاده ومكافح جدا وعلى نياته قوي ومخلص وامين، لما شاف 2 طن ذهب فرح جدا. ياه، ألف مبروك ليك، يعني أنا فرحت لك يا رجل يا عظيم. يعني كأن يعني كرم ربنا عليك 2 طن ذهب، بسم الله ما شاء الله. والطن الذهب 1000 كيلو، 1000 كيلو ذهب، يعني 2 طن 2000 كيلو ذهب. هو ألف إيه؟ يا ربي أنا ما بعرفش أحسب ولا إيه الحسابات، ضخمة. 2 طن الكيلو الذهب يعمل كام دلوقتي؟ ف1000 كيلو ذهب يعمل كام؟ يعني ال2 طن ذهب دول لو حولهم لفلوس هيفضل يعيش هو وأولاده، ما شاء الله، يعيش هو وأولاده بالفلوس من غير ما يشتغل ولا أي حاجة، صح؟ فالراجل من فرحته ومن هناه ويسعده طلع بسرعة وقال لأولادي، أولاده يعني مش أولادي، أنا ما عنديش أولاد، لأولاده: أولادي حبايبي، افرحوا لي، افرحوا لأبوكي، السعد جالنا يا أولاد. إيه يا بابا؟ إيه اللي حصل يا بابا؟ إيه، دهب كتير في غرفتي، حوالي، هو قدرها كده، حوالي 2 طن دهب يا ابني. فالأولاد فرحوا جدا ونزلوا لغرفة أبوهم. تعرفوا لو إيه؟ هنا بقى العنوان زي ما أنت شفت في الفيديو: ولكن الصدمة. تخيل أو تخيلي، الباب المفتوح اللي في الدهب ده اتقفل تاني، وكأن مفيش حاجة حصلت ومفيش دهب، والدهب راح. بعد كده الأولاد رد فعلهم: يا بابا هو أنت كبرت وعجزت ولا إيه؟ مفيش حاجة. ففي اللحظة ديت الأب عرف، خد درس كبير جدا. لو ربنا أعطاك شيء فأعطاك لك أنت، فما تقولش استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، داري على شمعتك تقيد. القصة ديت اللي حكاها لي وانا صغير، وانا عندي 14 سنة، من 20 سنة. القصة دي حكاها لي الأستاذ بتاعي. فلو سمحت يا جماعة، عندي سؤال: القصة ديت تفتكروا حقيقية ولا مش حقيقية؟ فهل هي ممكن حقيقية فعلا وحصلت، ولا بيقولوها كده علشان الواحد يعني يحافظ على أسراره وما يقولهاش للناس؟ أنا عايز أعرف الجواب، لو سمحت تقدروا تكتبوا تعليقاتكم في الفيديو. شكرا جزيلا. ولما زيد من الفيديوهات اشترك في القناة وفعل زر الجرس. تحياتي، علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.